السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، مستجدات جديدة في قضية الكولونيل العطور. آخر تصريح لابتسام ابنة الكولونيل، وأيضا آخر ما صرحت به الأستاذة والمحامية زينب الخيار، وما حقيقة اعتقال واستدعاء أمنيين، وهل فعلا استدعاء هذا الأمنيين كيدخل ضمن تصريحات الشاهد الذي صرح بمعلومات خطيرة وخطيرة جدا تخص رؤيته لسيارة تضم أو لا فيها مجموعة ديال الأمنيين كانت تحيط أو لا تحوم حول منزل الفقيد صبيحة وقوع الجريمة. هذه الشهادة ديال هذا الشاهد التي تتوازى مع تصريحات أحد العساسات ديال أحد الباركينات اللي كاين بالمنطقة بمنطقة القرية بسلا. فإخواني أخواتي، مستجدات جديدة في إطار مواكبتنا الملف ديال الكولونيل نور الدين العطور. غادي نطرقوا لهذه الحقائق ولهذه المستجدات اللي كتجي في المرحلة اللي فيها قاضي التحقيق بدات كتتضح له الصورة النهائية، أو لا بدا كياخذ واحد الصورة شاملة حول لائحة المتهمين أو المشتبه فيهم في هذا الملف، بحيث أنه المعلومات تفيد بأنه قريب جدا غادي يحصر اللائحة ديال المتورطين أو المشتبه فيهم في هذا الملف. هذه اللائحة اللي كنظنوا أنها غادي تجي أو غادي يتم الإعلان عليها في بحر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، من بعد ما يتم ربما اعتقال أو لا إيقاف بعض الأشخاص اللي كاينين مغادرين خارج أرض الوطن وعندهم علاقة بهذا الملف بحسب الأنباء. على أي فإحنا مازال في المواكبة ديال هذا الملف إلى نهايته، لكن اليوم إخواني أخواتي وفي هذا الفيديو فغادي نتشارك معكم معلومات مهمة اللي كتتعلق بآخر تصريح لابتسام ابنة الكولونيل، وأيضا تصريحات الأستاذة زينب الخيار، وأيضا غادي نطرقوا في بداية هذا الفيديو المعلومات اللي كتتعلق بتوقيف أو استدعاء أمنيين لهم علاقة أو لا ذكروا في حد الشهادة ديال العساس ديال باركينغ بمنطقة القرية، وأيضا ذكروا في شهادة الشاهد. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات، نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. والبداية دائما ستكون وستظل بتجديد مطالبنا بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، وأيضا نجدد دعمنا لا مشروط لابنته ابتسام، وأيضا نجدد دعمنا للمناضلة المحامية الأستاذة زينب الخيار، ونجدد وقفتنا ومساندتنا ودعمنا واصطفافنا خلف السلطات والمؤسسات التي تبذل كل الجهد من أجل إيقاع كل المتورطين والمشتبه فيهم في هذه الجريمة النكراء في حق الكولونيل نور الدين العطور. إذن إخواني أخواتي، أحداث متسارعة يعني كتستوجب منا المواكبة، يعني دائما وكتجدد كتفرض علينا أو لا تقتضي منا أننا دائما نبقاو مواكبين الملف باش ما نضيعوش أي حلقة من حلقات هذا الملف اللي فيه كنطالبوا العدالة، هذا الملف اللي بينا فيه مجموعة ديال الحقائق، هذا الملف اللي حطينا فيه السيناريو الحقيقي. فاليوم إخواني أخواتي كاينة معلومات اللي كتفيد بأن مجموعة ديال الأمنيين تم استدعائهم أمام قاضي التحقيق، مجموعة ديال الأمنيين من غير الدركي ومن غير الأمنيين اللي تكلمنا عليهم سابقا. فهادو مجموعة ديال الأمنيين كانوا في السطافيت ديال البوليس وكانوا بالقرب من المنزل بحسب المعلومات. هذه المعلومات دلا بها واحد العساس ديال الباركينغ، وهذه المعلومات اللي دلا بها العساس ديال الباركينغ توازت مع معلومات أدلى بها الشاهد. هذا الشاهد كانت خرجت معلومات بخصوصه كثيرة، لكن ليلة البارحة الأستاذة زينب الخيار تكلمت على هذه المعلومة بالضبط، ديال أنه فعلا عنده معلومات كتفيد بأنه شاف حتى هو سطافيت ديال البوليس وسيارة أخرى فيها البوليس كي حوموا بهذيك المنطقة بالقرب من منزل الكولونيل حوالي 200 متر في هذيك الصبيحة. فالسؤال اللي غادي نخرجوا حنا من وسط كل هذه المعلومات هو اشنا هو السبب اللي غادي يخلي رجال الامن وكل هذه الحركيه تكون بالقرب من المنزل قبل وقوع الجريمه. اذا فاستنتاجاتنا الاولى بخصوص هذه القضيه بان فعلا منذ
انسدل الليل ستاره في هذيك الليله المشؤومه. بدات معركه حاميه الوطيس ما بين الكولونيل ومجموعه ديال الاشخاص، بدات بمشاجرات وسالت بجريمه قتل في صبيحه الاحد. وما وتواجد رجال الامن وتواجد امور اللي مشبوهه اثارت الشكوك لدى الساكنه في هذاك الوقت، الا دليل على ان كان واحد الشيء، شي حاجه مريبه. وكانت كانت هذه المجموعه كتمشي للمكان الواقعه وكتجي لعند الدار. على اي وفي هذيك الفتره هي فين ضغطوا على زوجة الكولونيل الله يوليه برحمه الله. على اي فتبقى بان شهاده هذا الشاهد ومثول هاد الامنيين واحد النقطة اللي مهمة جدا. حجم تورط هاد الامنيين، واش هما فعلا المعنيين بالامر في هذه الجريمة، او ان هنالك امر اخر مريب، هنالك جهة ما اخرى. لان الامر بدا اخواني اخواتي كيوصل لحد المراحل اللي كنشتموا واحد الرائحة ديال ان جريمة الكولونيل هي واحد جريمة داخله في اطار مجموعه ديال جرائم اخرى. ربما احنا امام واحد العمليه ديال التصفيه اللي متسلسله. على اي فالخبر اخواني اخواتي اللي كاين لهم هو مثول امنيين تم رصدهم من طرف شهود كانوا بالقرب من منزل الكولونيل على جوج ديال السيارات من بينهم ستافيت. على اي فغادي نمشيو اخواني اخواتي الى الخبر الثاني والذي يتعلق بابتسام ابنة الكولونيل واخر تصريح لها ليله البارحه، بحيث انها صرحت بانها غادا دير مجموعه ديال الشكايات. هذا الامر ماشي جديد، امر اللي هو صرحت به ديجا، وقالت بان من غادا تلقى الفتره المناسبه غادا دير مجموعه ديال الشكايات. فاحنا تركيزنا على الملف ديال الكولونيل نور الدين العطور. اكيد ابتسام تعرضت الى هجمات والى امور من حقها انها تلجا الى المؤسسات وتوضع شكايات، لكن احنا الان كنطالبوها انها توضع ملتمسات من اجل اظهار الحقيقه. هدفنا في هذا الملف وتغطيتنا لهذا الملف هو اظهار حقيقه وفاه الكولونيل نور الدين العطور، وبطبيعه الحال لن يكون ذلك الا بدعمنا للمطالبه بالحق المدني ابتسام ابنته، من اجل مدها بالقوه والطاقه الكافيتين من اجل الاستمرار قصد تحقيق الهدف المنشود اللي هو تحقيق العداله واظهار حقيقه مقتل الكولونيل نور الدين العطور. فابتسام ستضع شكايات باشخاص ربما مقربين اعتدوا عليها، تعرضوا لها، هدوها بتهديدات لفظيه رمزيه. هذا امر قانوني. كيف ما قلت الاستاذه زينب الخيار هي كذلك عندها مجموعه ديال الامور اللي عندها علاقه بان ربما بغات توضع مجموعه ديال الشكايات. على اي كنتمنى ان الله يوفق الجميع من اجل تحقيق العداله لروح الفقيد. الى هنا الاخوان والاخوات جيت الختام ديال هذا اللقاء. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.